الإذاعة المصرية تقدم حسين رياض، رفيع الشال، إبراهيم سكر، عايدة كامل، صبري عبد العزيز، هدى زكي، سعد أردش، عدلي كاسب، عبد الحفيظ التطاوي. تقدمهم في تمثيلية دعوة وبس، دي دعوة وصابت. دعوة وصابت، تمثيلية من تأليف يحيى نصار وإخراج يوسف الحطاب. حضرة البشكاتب كان عايزك يا صابر أفندي. ليه يا ترى؟ مش عارف، بس أنا سمعت كده طراطيش كلام. وإيه هي؟ دوسيه أظن. دوسيه إيه؟ مش عارف، بتاع طلبات المستعجلة، حاجة زي كده. ما أنا أعطيهوله أول امبارح. أنا بقول لك اللي أعرفه. لا، أنا أعطيهوله امبارح يا أخي عملت حكاية مش تمام. في الشغل؟ لا، مش في الشغل. أمال فين؟ في السحور. على فكرة السحور، امبارح راحت عليا نومة وما صحرتش. تعرف ده أحسن من اللي أنا عملته؟ هي المية بس اللي مضايقاني. يا شيخ ربنا برضو بيقوي الواحد. طبعا. أنا امبارح بقى طلعت في دماغي أكلة إنما شديدة شوية. إزاي؟ جبت لك فول مدمس وعملته بالقوطة والثوم والبصل وحطيت عليه شوية شطة جامدين قوي. وهو حد في السحور يعمل كده يا سعد أفندي؟ ما تعرفش إيه اللي طلعها في دماغي الحكاية دي. وطبعا لازم تكون تعبت. تعبت إيه؟ ده أنا جالي كابوس عجيب الشكل. أنا بقى ما تصحرش غير زبادي وحتة جبنة، وبعدها كده كوباية أو كوبايتين قمر الدين. والله ده عين العقل. سيبك انت، النوم والمعدة خفيفة ألطف وأحسن كتير. تقول إيه بقى في النفس؟ على فكرة، ليلة القدر إمتى؟ بعد بكرة يا أخي. كده؟ مال. يا سلام لو الواحد شافها يا سعد أفندي. أظن تطلب 1,000,000 جنيه. أبدا، هطلب حاجة بسيطة خالص. زي إيه؟ أترقى بقى يا سعد أفندي، ده أنا هكمل أهو 25 سنة خدمة. أيوة يا عم، وتبقى بشكاتب. وهي دي كتيرة عليا يا سعد أفندي؟ كتيرة ليه؟ السنة اللي فاتت فضلت أنا والعيلة في البيت سهرانين لغاية الصبح، إننا نشوفها مفيش فايدة. أصل دي حظوظ برضه. بس اللي أعرفه إن ليلة القدر ما تنشافش يا صبر أفندي. أمال إيه؟ دي ليلة مبروكة نزل فيها القرآن. بس بيقولوا تظهر فيها طاقة منورة، لما الواحد يشوفها يدعي باللي هو عاوزه. يا شيخ ده كلام الناس اللي ما يعرفوش. احنا بنسمع كده طول عمرنا. مش ممكن ليلة القدر يبقى فيها حاجة من دي. المسألة مسألة روحية صرف. الدعاء فيها طبعا مقبول، اكمن الليلة دي نزل فيها القرآن. السنة اللي فاتت ناس قرايبنا قالوا لنا انهم شافوه. دي اوهام. اصل انا بحثت الموضوع ده كويس مع جماعة علماء. وقالوا لك ايه؟ قالوا ان جعل الليلة دي مادية، يعني طاقة نور وخلافه، دي مجرد اوهام. يعني قصدك مفيش طاقة تنفتح؟ ما اظنش يا صبر افندي. انما مش معنى كده ان الواحد ما يدعيش. يصح الواحد يصلي ويقرأ قرآن ويدعي. والله يا سعد افندي الواحد بيقول اللي بيسمعه. ما هو مش كل اللي الواحد يسمعه يصدقه، برضو ربنا خلق لنا العقل. على العموم ربنا يوعدنا. علشان تبقى بشكاتب مش كده؟ برضو نستاهل. وتبقى تعمل زي عبد السميع افندي ما بيعمل. ايه وحق الصيام يا شيخ، ندر عليا لو عملت بشكاتب لبسط لك المكتب كله. اذا كان كده يا عم ادعي لك انا كمان. اي والله يا شيخ. بس يا عم بس البشكاتب رجع عند المدير، وهو اول ما وصل ضرب لي الجرس. ما هو من الصبح عايزك. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. اما نقوم نشوف عايز ايه. انت متأكد من حكاية الدوسيه؟ طبعا، السرك ما هو موجود. يبقى خلاص ربنا يقويك. وبعدين اتخانقت تاني. ما هو من يوم حكاية ليلة القدر وعرف اني هدعي ابقى بشكاتب وهو مضطهدني. ربنا عالظالم يا كريم. كلهم 5 سنين وهيتحال عن معاش، نصبرهم يا زهرة. ولا تعلم، ده الواحد عبارة عن نفس. سيبينا من السيرة دي. عملت ايه في الراجل اللي جاي يخطب سعدية؟ اهو ميعاده النهارده ولغاية دلوقتي ما جاش. يعني تفتكري ما عادش جاي؟ من اللي بتعمله فيه بنتك.
يبقى لازم كان بيتلكك. هيتلكك على ايه؟ ام سيدة الخطبة جايباه والراجل مستعد. ست سعدية قال ايه مش عايزة. بقى بنات اليومين دول بنات. الله يرحم ايامنا. انت مش فاكر لما جيت تخطبني من ابويا؟ إلا فاكر، وهو ده يوم يتنسي؟ بذمتك كنا نقدر نقول لا ما ناخدش ده ناخد ده؟ دي كانت رقبتنا تنقطم. الأيام دي راحت يا زهرة، خلاص الدنيا بقت حاجة تانية. انت كمان هتيجي معاه؟ تقدر تقول لي عيب ابو الحلوم ده ايه؟ ملتزم قد الدنيا، عنده 30 فدان في جرجة وعنده قطنبيل، ليه بقى ما تتجوزوش؟ الحكاية مش حكاية فلوس وعربية. ازاي بقى؟ بتقول سعدية ده راجل مش مثقف. يا دي التسقيف اللي انتوا ماسكينه. ولما تتجوز مسقف وما يقدرش يوكلها نبقى نسقف على بطاطنا؟ على كل حال هي رافضة ده وراضية بالدكتور فتحي. وهو لسه بقى دكتور انت راخر؟ اهو لسه بقى له 2 سنين ويبقى دكتور. وبيقول سنة كمان يتمرن فيها وبعد كده فين وفين لما يبقى دكتور يملى العين. ايه ادي سعدية جت اهي. بونجور بابا. بونجور ماما. بونجور يا سعدية. انت اتأخرت كده ليه؟ قابلت أبلة سعاد ورحت معاها البيت شوية. كنت لسه انا وابوك بنتكلم في حكايتك. حكاية ايه؟ حكاية ابو الحلوم. قلت لك يا ماما دي مسألة انتهت خلاص. انتهت ازاي؟ مش ميعاده انه يجي النهارده؟ وانا قلت لكم رأيي فيه بصراحة. تبقي لازم اتجننتي. ده عنده 30 فدان في جرجة بيقولوا لك يطيروا العقل. مش عاوزة فدادين. وعنده فلوس في البنك ومعاه دفتر شيكات. يا واخد القرد على ماله. وادي انت شايفة القطنبيل اللي بيجي فيه. يا ستي انا بحب المشي. انت سامع الكلام وساكت يا صابر؟ يعني عايزاني اقول ايه؟ البنت مش راضية. مش احنا اللي نعرف اللي ينفعها من اللي يضرها؟ مش عاوزة اتجوز دلوقتي يا ماما، هو بالزور. طب اسكتي يمكن هو اللي جاي. افتح له يا صابر ولا استنى افتح له انا. افتح له انا تفتحي له انت زي بعضه؟ لا برضه واجب عليا انا. طيب اما اقوم انا بقى اغير هدومي. اهلا وسهلا. اتفضل يا اخويا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى انا جاي اسلم ونازل على طول. ودي تيجي على الاقل تفطر معانا. الحصه مش حصه فطار. ايه ده انت راجل كريم يا سابو اللحوم. الحلوم يا حضره الست هانم، الحلوم. يو والنبي لا تاخذني. غلطة لسان. معلش هو اسمه صعب شويه. اصله له قصه. جدي ابو ابوي كان اسمه ابو الحلوم. قام ابوي الحاج بسطويصي حب يسميني على اسمه عشان كان مبروك قوي. الخشبه بتاعته يوم ما مات قعدت تجري والناس يجروا وراها. دول لازم كانوا الديان. الله. نكته لطيفه قوي يا مزمزيل سعديه. يا سلام يا ابوي عليكم يا بتوع مصر، ما تفتكوش النكته واصل. اصل هي تحب تضحك شويه. وانا والنبي ابن حظ كمان. تعرفي لما تيجي البلد عندنا هتلاقينا كل ليله ناصبين نصبه. على مين تاني؟ الله. مش بقول لك جرأية سعدية. لو النبي سيبيه، دي حاجه مليحه قوي. يو نسيت اعمل لك قهوه، هعملها لك بايدي. قهوتي يا ست هانم، ده احنا صايمين. يو والنبي نسيت، لخمتوني بكلامكم. على كل حال مش اتفقنا بعد العيد ان شاء الله؟ وهو بعد العيد ينفت الكحك يا استاذ ملحوم؟ الحلوم يا مزمزيل سعديه الحلوم. يعني غلطت في ايه؟ اسمك ورد مثلا وقلت قرد؟ ما الاتنين زي بعض. ما علينا، كله مقبول منك. اصل انا مسافر بكره. ليه؟ ما هو بدري. اصل ليله القدر بعد بكره ولازم اقضيها في البلد. ابقى ادعي لنا لو شفتها. قوي، ولو شفتيها انت بقى ادعي لنا. نادرين عليا ندعي لك انت وسعديه. بس سيبي سعديه يا ماما. يا بنت ادعي لكم كلكم، مش برضه ولادي. على كل حال كلنا نبقى ندعي لبعض. استاذن اني بقى. طب استنى لما يجي سي صابر، اصله لازم يغير هدومه ساعه ما يرجع من الشغل على طول. اديني جيت اهو. انا هستاذن بقى يا صابر افندي. اتفقت مع حضرة الست الكبيرة على اننا نخلص كل حاجة بعد العيد. وسعدية قالت ايه؟ وهي سعدية هتقول ايه؟ احنا عندنا بنات تتكلم في حاجة من دي؟ على كل حال بعد العيد يحلها الحلال. لا، ما انا اصلي جاي مخصوص. وتيجي مخصوص ليه؟ امال اجي اجرة. يا سلام. مش بقول لك انا راجل بتاع نكتة برضه. باين عليك. استاذن اني. مش تستنى اما تفطر معانا يا راجل؟ اصلاني معزوم على الفطور عند جماعة نسايبني. عزمت عليه مرضي. معلش بعد العيد بقى. سلام عليكم. وعليكم السلام. جرأية سعدية،
انت بتكلمي الراجل كده ليه؟ انت بتتكلمي ازاي يا ماما؟ بقى عاوزاني اتجوز ده؟ ماله يا بنتي؟ الراجل ما يعيبوش غير جابه. كان زمان الكلام ده. انت فاهمه الجواز ده ايه؟ لعب ازاي بقى؟ اهو ده حياة العمر كله يا ماما. عارفه، ما انا مع ابوك اهو العمر كله. انا كنت شفتك ولا شفتني لما اتجوزنا بعض يا الصابر؟ ايامنا كانت كده. واديني شفت معاك المر، كنت بفتح بقي. ايوه هتبتدي. ابتدي ده ايه؟ ده انا ما عشتش عيشه ما عاشتهاش واحده. وانا ما استحملتش القرف اللي في الدنيا كلها. وبرضه قعدنا علشان نربي العيال. لكن انا يا ماما ما عنديش لسه عيال ولا حاجة. ياه، بكره تجيبي واشوف المر برضه وتستحملي الستات اللي بصحيح كده. طيب وايه اللي جابرني؟ راجل غني مبسوط، ده ما يمشيش من غير دفتر الشيكات. يا دي الشيكات اللي انت مسكلنا فيها. امال اجوزها الواحد دخله محدود زيك، من اول ساعه في اول يوم في الشهر يدور يستلف. انا يعني بستلف علشان بلعب قمار؟ ما هو علشانكم. يبقى خلاص خلينا اشوف مصلحه بنتي. على كل حال انا ملياش دعوه في الحكايه دي. اعرفي شغلك مع بنتك. مالكش دعوه ازاي؟ مش بنتك يا صابر؟ انا موافقها في رايها. كويسه قوي دي، هي اللي هتتجوز. حاجه حلوه قوي دي، ما شاء الله. هنبقى على اخر الزمن انا فرانكا. ده لازم ابو الفتوح افتحي له يا سعديه. الواد ده اليومين دول مش شايفه بيذاكر ولا حاجه. بيذاكر مع واحد صاحبه. انت عايز تمسك في الواد ولا ايه؟ ما تسيبه في حاله. اصل مش باين عليه مذاكره. ليه؟ لازم تشوفه مسؤوم علشان يبقى بيذاكر. ما تنسيش ان الامتحان قرب، ودي تاني سنه له في سنه تانية حقوق. والنبي ما تعكننش على الواد ده، كبر وما عادش زي زمان. ما هو مشغول في حكايه الخطوبه والجواز يا ست. السلام عليكم. عليكم السلام. الله، انت مال لونك كده؟ الصيام يا ماما، صيام ومذاكرة. ربنا يقويك يا ابني. أنا عايز أتكلم النهاردة في حاجة مهمة خالص. وهو عندك حاجه غير الحكايات المهمه يا سي ابو الفتوح؟ المرة دي جد، لأن الحكاية بقت حرجة جدا. ازاي؟ فوزية جالها عريس. طيب وانت مالك؟ مالي ازاي؟ لازم أروح أسبق وأخطبها أنا. ما شاء الله، هو سبق يا أستاذ؟ الحكاية كلها شبكة وبس. يا سلام، حاجة بسيطة قوي. بالكتير 30 جنيه و3 جنيه دبل يبقوا 33. 3 ومعانا 3. واحنا بنتكلم في الحسابات يا بابا. أصلا أنا بتاع حساب. بس دي مش مسألة حسابات، دي مسألة منطق. منطق؟ أنت بتتكلم إزاي يا أستاذ؟ شبكة إيه وخطبة إيه؟ أنت مش داري بالدنيا. لو ما شبكتهاش هتروح من إيدي يا بابا. طب ما تروح يا أخي. ده أنا لو راحت هنتحر. تنتحر؟ بعد الشر يا ابني، اهو ده اللي كان ناقصني. والشرف انا بتكلم جد. الشر بره وبعيد يا ابني. انا اجيب لك الفلوس. منين بقى؟ من تحت الارض. امال يعني الواد يموت نفسه؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ تلميذ في تانية حقوق وساقط فيها كمان يتجوز؟ انا بقول حشبك بس. وال33 جنيه دول تفتكر نجيبهم لسيادتك ازاي؟ استبدل من معاشك. استبدل ايه وانا بقيت مستبدل منه 30 مرة؟ امال يعني الواد يموت روحه؟ معلش يا بابا، ادهم لي واعتبرهم سلفة. سلفة دي ايه؟ اردهم لك بعد ما اتخرج. اهو ده حل كويس. حل كويس؟ يوه، هيعمل لك ايه بقى؟ انا ما اعرفش تلميذ يفكر في حاجات زي دي وهو لسه ما خلصش دراسته. انت دايما ضد يا بابا. انا بقول الكلام اللي بفهمه. خلاص، انا حتى اتضايقت من حياتي. يعني هتعمل ايه؟ مش عارف. اسمع يا ابو الفتوح، انا هجيب لك الفلوس، ما تزعلش نفسك. ما هو ده اللي مخسره يا ست. انا هرهن لك حته صيغه واعمل لك اللي انت عايزه. ايوه، اهو ده الكلام. مش ابني؟ هو انا عندي غيره؟ اعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه. طيب ورايح فين؟ نازل. نازل فين؟ الحصه حصه صيام وما عدتش قادر استحمل. يا راجل ما يصحش. هرجع بعد الفطار. ستي جرى يا بنتي يا سيدة؟ حقللة ليلة القدر. ايوه الليله. عايزه منها ايه؟ عايزة اشوفها والنبي. ما دي احنا سهرانين علشان نشوفها اهو. يعني هنشوفها ان شاء الله. انا عايزة ادعي. عايزه ايه انت رخرة؟ مرات ابويا. مالها؟ تسيب ابويا يا ستي، دي مدوخة اخويا. هي دي اللي عايزه تشوفي ليله القدر عشانها؟ ايوه النبي. طب اطلبي حاجه زي الناس. انا ما نفسيش في حاجة غير كده. طب روحي اعملي لي قهوه على بال ما يجوا سيادك. ستي تسمحي لي بسؤال؟ ايه كمان؟ هي تتشاف ازاي؟ نور يطلع في السماء فتبقى مفتوحه. انا هسهر اشوفها والنبي لا هدعي.
ده لازم سيدي. يمكن ابو الفتوح. مش نصحي ست سعدية عشان السحور؟ لما يبقى يجي سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. جبتي لي الفلوس يا ماما؟ بكره الصبح انزل الصاغه اجيب لك الفلوس، بس في حاجه. ايه هي؟ تطور رقبتي مع ابوك. في ايه؟ تجتهد بقى علشان تنجح في السنه دي. انا مش نجحت في الفتره الاولى، بس لسه التانية دي انا ضامنها، خصوصا بعد خطوبتي لازم هحاول اخلص. يعني دي هتشجعك قوي. بكره تشوفي. هي بنت ناس طيبين، دي ما بتجيش الكليه غير في العربيه بتاعت ابوها. ربنا يتمم بخير يا ابني. امال ابويا ما جاش لسه. طب مش نتسحر احنا بقى؟ انا مستنيه اشوف ليله القدر. الله، ده صحيح هي الليله دي، يبقى انا رايح الحصر. يظهر ابوك جه اهو. بنت يا سيده. ايوه يا ستي. حضري السحور بقى، سيدك جه. وبلاش القهوه، خليها بعدين. دهدي، انتوا لسه صاحيين؟ مستنيين. عمركم ما عملتوها. انا باجي كل ليله الاقيكم متسحرين ونايمين. الليله دي مستنظرين. منتظريني؟ لا، مستنظرين ليله القدر. الله، ده صحيح الليله دي. وقاعده جنب البلكونه كده ليه؟ امال يعني هنشوفها ازاي؟ مش لازم نبقى على وش الدنيا؟ اياك ربنا يوريها لنا. ويعني لو شفتها انت مش هتطلب حاجه؟ طبعا هطلب. تطلب ايه؟ ان ربنا يزيع عبد السميع افندي من خلقتنا. انتوا لسه واقعين في بعض. وهو في فايده؟ من يوم ما وصلوا ان لو شفت ليله القدر هطلب اني ابقى بس كاتب وهو ما يقبلنيش. القهوه يا ستي. ما قلتلك بعد السحور. انت صحيتي ستك سعديه؟ هصحيها دلوقتي حالا. طب ودي القهوه دي وسخن السحور بقى. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شايف يا صابر؟ ايه ده؟ شايف النور اللي هناك؟ حاجة عجيبة. ليلة القدر، ليلة القدر. يا رب اهديك يا سعدية وتقبلي أبو الحلوم. إلهي ينزع عبد السميع أفندي وابقى بس كاتب. ربنا يتمم حكايتي مع فوزية. بنت يا سيدة. نعم يا ستي. صح ستك سعدية بسرعة يا بنت. بتقول مش هتتسحر. قولي لها ليلة القدر ظهرت يا بنت. والنبي هي دي. ربنا يخلص ابويا من مرات ابويا يا رب. يا حلاوة يا حلاوة، شوف لسه نازلة ازاي، دي كلها نور. دي عاملة زي القرص فعلا. يا خسارة، راحت قبل سعدية ما تشوفها. الدنيا حظوظ يا زهرة. صحيح شفتوا ليلة القدر؟ يا خسارة يا بنتي. على كل حال أنا دعيتلك بإيه؟ يهديكي وتقبلي أبو اللحوم. يوه أبو الحموم. وإزاي تعملي كده؟ أمال أعمل إيه؟ أنا كنت عاوزة أدي علشان الدكتور فتحي. عشان كده ربنا عمل فيكي كده. شفتي إزاي ربنا عايزك للراجل اللي أنا مختاراه؟ مش ممكن هقبل كده. ما خلاص يا بنتي، الدعوة راحت خلاص. مش ممكن أبدا. أنا هعرف أعمل إيه؟ أنا هعرف أعمل إيه؟ ايه الحكاية دي يا صابر افندي؟ حكاية ايه؟ ازاي امبارح تغيب من غير ما نعرف وبعت لك البيت ما نلاقيش حد؟ اهو ده اللي حصل. حصل ايه؟ انت عارف نتج ايه عن كده؟ نتج ايه؟ امبارح كان ميعاد فتح مظاريف العطاء الجديد. وايه يعني؟ الله، انت بترد كده ليه يا صابر افندي؟ ارد زي ما انا عايز. لا، ده استهتار يا استاذ.
على كل حال أنا رفعت الأمر لسيادة مدير المصلحة. مش هيقدر يعمل حاجة. إزاي بقى؟ أنا عارف كده. أنا أصبحت مصفح يا حضرة البشكاتب. مصفح ده إيه؟ أنا شفت ليلة القدر. وبعدين هتشوف بعد أيام، يمكن بعد ساعات. أنا مش فاهم حاجة. بالكتير خد لك لحد بعد العيد. وبعدين هيحصل إيه؟ هتلاقيني أنا على الكرسي اللي أنت قاعد عليه. يا سلام. أهو أنا بقول لك كده. طب اتفضل شوف تأشيرة وكيل الوزارة بتقول إيه؟ دي ترقيتك يا أستاذ بمناسبة غيابك، ولما كسرنا المكتب ما لقناش المصاريف لأنها عندي في البيت. كمان المصاريف تاخدها في البيت؟ لازم عشان تتصل بأصحابها. أنا ما اسمحلكش بالكلام ده أبدا. اتفضل شوف التأشيرة. إيه ده؟ اقرا شوف الترقية. يوقف عن العمل ويحال إلى مجلس تأديب. ده يمكن فيه على الأقل خصم شهر. تعرف نتيجة كده إيه؟ تعطيلك عن الترقية وتعطيل في العلاوة يا أستاذ. والدعوة اللي دعيتها دي دعوة وصابت يا أستاذ. ده ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ اهو ده اللي حصل. ده ايه الاخبار بتاعت النهارده دي؟ اخبار ايه كمان؟ جه جواب من الجدع اللي عايز يخطب سعدية. ابو اللحوم ده ولا هو ايه؟ ايوه. بيقول ايه؟ الراجل رجع في كلامه من غير سبب؟ طبعا في سبب. تعالي يا سعدية، ادي الجواب لابوكي. انت بس عاوزة ايه لسه؟ ما هو انت اللي عملت كده. ايه الحكاية بس مش تقولوا؟ شوف يا بابا، انا بعتله تلغراف على البلد اقول له رأيي فيه بصراحة. كويس. بعت جواب مسوجر مستعجل يقول ان التلغراف اطلع عليه اخوه الكبير وفرجه لاخواته كلهم، فمجلس العيلة زي ما هو مسميه اجتمع وقرر انه يتجوز بنت عمه لان كرامته اهينت من بتوعات مصر زي ما هو كاتب. مش ده اللي انت عايزاه؟ وهو انا قلت حاجة؟ والوقت ست عزيزة اللي فوق بتقولي ان الدكتور فتحي كلمها علشان تكلم ماما ان خطبتنا نعلنها بعد العيد. ده لازم علشان ما دعيتيش للتول امبارح. انا دعيت قبل ما انام يا بابا، دعيت لاني عارفة ان ليلة القدر مبروكة مش بتطلع فيها قرص منور زي ما انتوا فاهمين. الدكتور فتحي قال لي ان الليلة دي مبروكة والدعاء فيها بيستجاب. اياك يكون ابو الفتوح. هو عمل ايه من حق؟ قال انه هيتأخر علشان هيروح يخلص حكايته. برضه لازم اديتيله الفلوس. اديته. يعني صممت على رهن السيخة؟ رهنت له الغويشة التعبان. ما شاء الله. افتحي يا بنتي يا سيدة. انا جاي افتح اهو، اصل كانت في ايدي الحلة. بقى 100,000 مرة نتعذر ما تبيعيش حاجة، ودلوقتي تبيع الغويشة التعبان. مش الواد كان هيموت نفسه يا صابر؟ برضه كنت مصدقة الكلام ده؟ يمكن يعملها، مش ابني وهو انا عندي غيره. انت حرة، انا مش مسؤول عن التصرفات دي ابدا. ستي خبر ايه يا بنت يا سيدة؟ اخويا يا ستي. ماله؟ جاي مضروب علقة. مين اللي ضربه؟ ابويا ضربه وطرده من البيت. ليه؟ ما قاليش. مش معقول من غير سبب، لازم في حاجة. هيعمل ايه دلوقتي؟ يدخل معاكي جوه لغاية ما نبقى نشوف له طريقة. امال يا ستي الدعوة اللي دعيتها راحت فين؟ بينها دعوة وصابت. مين اللي جوه يا سيدة؟ كلهم يا سيدي. ده ابو الفتوح جه راخر. يا ودن طني خبر جديد. ايه يا ابو الفتوح؟ ايه اللي حصل؟ حصل اللي حصل يا ماما بقى. ايه مالك؟ حظ ايه ده؟ انت راخر. ومين اللي قاطع لك الجيب كده؟ اتنشلت. يا لهوي، 33 جنيه؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. ايه الحكاية قول لنا. رحت قابلت والدها وقعدنا نتكلم في الموضوع. ايوه يا استاذ، تشرفنا. وانا طالب في كلية الحقوق مع المدموزيل فوزية. كويس قوي. المدموزيل فوزية بنت سيادتك. ايوه. امال هي فين يا فندم؟ دي خرجت والله.
في حاجة؟ أنا بصراحة جاي أكلم سيادتك في حكاية مرتبطة بمستقبلي ومستقبلها. اتكلم بصراحة أكتر. أنا عايز أشبك فوزية أه؟ وجايب فلوس الشبكة والدبل معايا، هي اللي تنقي اللي عايزاه من عند أي جواهرجي. ما شاء الله، ده كلام جميل قوي. يعني سيادتك رضيت خلاص؟ أرضى إزاي يا أستاذ؟ أنت لسه طالب. ما هم كلهم سنتين يا فندم. وبعدين أبقى محامي. وإذا كان بقى امبارح جالها واحد خلص وخد دكتوراه كمان. أنا ما جيتش امبارح لغاية ما أجيب الفلوس بس. وكتب الكتاب بعد العيد كمان. وهي رضيت؟ أمال هترفض؟ راجل دكتوراه في القانون ومحامي خطير كمان. أيوة. تسمح لي أعرف هو مين؟ الدكتور وحيد فكري. ده محامي مشهور قوي يا فندم. طبعا. أنا مملكش غير إني أهني، بس دي يظهر ما كانتش عارفة شخصيته. ليه؟ هي قالت لك إيه؟ قالت لي في واحد هيخطبني واتفقتوا على إنك أنت تيجي الأول. لا يا فندم، أنا جاي من نفسي. يعني جاي تسبق وبس؟ طبعا ما كنتش أتصور إنكم هترفضوني. عملت زي اللي هيتجوز بنت السلطان بس مستني رضاها ورضا أبوها. مع إني أول امبارح دعيت إني أوفق. إشمعنى أول امبارح؟ كانت ليلة القدر. أنت شفت ليلة القدر؟ أيوة يا فندم. شكلها إيه؟ أبواب مفتحة في السماء كده كلها نور. ما شاء الله، قرص منور. أيوة يا فندم، ده أنا شفته بعيني. بقى مش عيب واحد مثقف زيك يقول الكلام ده؟ ليه يا فندم؟ أنت ما بتقراش جرايد يا أستاذ؟ مش دايما، أصلي مشغول في المذاكرة ليل مع نهار، عايز أنجح السنة دي. ما قريتش عن الحالة الجوية اللي حصلت في سماء القاهرة الليلة اللي بتقول عنها؟ أبدا. إيه هي؟ ما قريتش إن هناك فيه رعد وبرق وتحركات نجوم؟ يا ابني اعرف إن السماء ما فيهاش أبواب بتتفتح. لا حول ولا قوة إلا بالله، أتريها ما نفعتش. ادي الحكاية كلها. حكايتنا كلنا احنا كمان. والدعوة اللي دعيتها ليلة القدر كانت يظهر عشان الحكاية ما تتمش، وعشان تضيع فلوس الغويشة كمان. أما دعوة وصابت يا أم أبو الفتوح. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة.